بمناسبة المولد النبوي الشريف، صلوا الأول على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا كلنا بنستنى المناسبات الدينية الجميلة ديت عشان ناكل حلاوة المولد، وطبعا أغلب دكاترة الدايت بتمنعكم منها عشان سعراتها العالية. خليني أقولك السعرات الحرارية بتاعت حلويات المولد بتتراوح ما بين 350 لحد 750 سعر حراري، ده عشان احنا اخترعنا الفستقية واللوزية كملها الحمصية والسمسمية. المهم، فانا عايزه اقولك ان في دايت السعاده انت تقدر تاكل الحاجات ديت، بس في نصايح معينه لازم تتبعها. اول حاجه ان انت ما تاكلش اكتر من قطعتين في اليوم، وتخلي الكلام ده يوم او يومين بالكتير. ممكن تقطم او تاخد يعني قطع صغيره من الحاجات اللي انت نفسك فيها عشان ما ترفعش سكر دمك، وعشان ما تبوظش اليوم بتاعك لو انت كنت عايز تخس. فتقريبا قطعتين هيتراوحوا حوالي 900 سعر حراري زياده على يومك، هتعدي في خلال الاسبوع كله. لكن لازم اليوم ده تشرب ميه كتيره جدا جدا جدا، تحاول ان انت تمشي على الاقل نص ساعه في اليوم ده، تتبسط، ودي اهم حاجه، عشان احنا احيانا كتيره بنعمل الحاجات دي واحنا حاسين بالذنب. ده صوت يونس ابني بيلعب جنبي ومعرفتش اصور غير وهو جنبي، فاعذروني. اهم حاجه ان احنا نقنن الكميه، ناكل الحاجه اللي نفسنا فيها ونتبسط، وبعد كده نرجع لنظامنا عادي جدا، وناخد الحلويات بعد وجبه كامله زي وجبه الغداء. وزي ما قلت لكم تشربوا ميه كتير، واشربوا بعديها قرفه وجنزبيل. ولو عايز تعرف اكتر عن الدايت تقدر تعملي فولو، ولو عايز تعمل دايت السعاده معايا انا وفريقي الطبي تقدر تبعت لنا مسج وتعرف عناوين العياده او تفاصيل اونلاين. اشوفكم الفيديو الجاي.